صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في سعادة وهنا ملهوش نهاية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في هنا وفي سعادة، وربنا راضيكم وربنا ساعدكم وربنا ساتركم وربنا مفرحكم وربنا جابر بخاطركم، اللهم امين. واحنا معاكم يا رب العرش المجيد. ايه يا ام حوده الطاقه دي؟ يا جماعه انا جايه لكم بطاقه وبحب وبكل حاجه حلوه، لان انتوا ناس تستاهلوا كل خير، ما تستاهلوش اي حاجه وحشه. كومنتاتكم كلها الله يبارك لكم ويسعدكم ويهنيكم ويرضيكم، وما تتعزوش في غالي ابدا. كلكم واجب وكلكم ذوق وكلكم ناس تتشالوا على الراس، اقسم بالله. واجب عزائكم وصل، ربنا يخليكم لينا ويديمكم في حياتنا نعمه، اللهم امين. طبعا انا جايه النهارده عامله لكم روتين حلو قوي تشجيعي. انا هنوريكم بس ايه الصوره المبدئيه كده. هنوريكم، بصوا لسه كل الدنيا دي عايزه، وبالذات يا نهاري على المطبخ. بصوا المطبخ وجماله، مواعين 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 وكركبه كركبه 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 كركبه، كله عاوز شغل. بس في حاجه، ابو حوده طبعا بفضل كلامكم الجميل وبفضل دعائكم ليه الحمد لله والشكر لله نزل الشغل. اي نعم هو نفسيته تعبانه، بس هو مؤمن بالله وعارف ان ده قضاء الله. فهو يعني عارف ان اخته في مكانه كويسه باذن الرحمن. فهو الناس ضغطت عليه وقالوا له لازم تنزل الشغل، فهو فعلا نزل الشغل. فهو نفسيته الى حد ما لسه برضو تعبانه ومتاثره. فاحنا بنحاول ان احنا نضحك في وشه ونكلمه ونديله صوره كويسه ونديله طاقه ايجابيه. وكلامكم والله عطاله طاقه ايجابيه، ربنا يخليكم لنا ويديمكم في حياتنا نعمه، اللهم امين. فالنهارده هو بيحب حاجه وبيحبها قوي، فانا هنعملها له بحيث ان هي تسعده وتبسطه وايه، وتديله طاقه كده ان هو برضو يكمل ويروح شغله ويشتغل ويجتهد، لان ديت حياه ودي اسلوب حياه. واحنا ملناش في نفسنا حاجة، وكل الناس على هذا الوضع، كل الناس فاقدة حد عزيز عليه. فكل الناس حقيقي ربنا يصبر كل الناس يا رب، وما يرميكمش في ضيقة ابدا، وما يوجعكمش على غالي، ويجعلكم يا رب بيوتكم عمرنا بالخير، وربنا مخليلكم ولادكم، اللهم امين. وانا معاكم، ربنا يخلي لي ابني. فدلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنعمل روتين خفيف خفيف، وهنعمل الحاجة اللي ابو حودة بيحبها. ايه الحاجة اللي ابو حودة بيحبها يا ام حودة؟ بيحب المحشي، بيحب المحشي جدا. فانا هنعمله النهارده محشي. طبعا انا اتناقشت انا ومحمود وتعاركنا انا ومحمود عركه جامده جدا. محمود مش عاوز معاه اي حاجه، ولا عاوز معاه فراخ، ولا عاوز معاه لحمه، ولا عاوز معاه اي حاجه، عايزه ورداحي. وانا كنت عايزه نعمل معاه فراخ، فمحمود قال لي انا عاوزه هو لوحده بس، ويكون متحمر جامد جدا. فانا هنشوف يا نعمله كده يا نعمله كده، بحيث ان انا نرضي محمود برضو، يعني ما نرضيش بابو محمود ونزعل محمود. انا عايزه اليوم يعدي حلو. دايما انشروا في بيتك السعاده وانشروا في بيتك الطاقه، ودايما اعملي اللي هم بيحبوه بحيث ان ما يحصلش فيه نكد في البيت. حتى لو انت هتيجي حتى لو الموضوع ده عليك مش مهم، تعالي على نفسك. المهم ترضي اسرتك وترضي بيتك، بحيث ان انت اللي بتشعي السعاده في قلب بيتك. فدلوقتي تعالوا هنشوفه، بس هو بيحبه بطريقه معينه، مش بيحبه بالطريقه العاديه. فاحنا هنشوف لو عرفنا نعمل الطريقه المعينه دي هنعمله، ما عرفناش يبقى نعمله بالطريقه ايه العاديه، والله المستعان. يلا بينا عشان هنديكي حاجات حلوه، طاقه طاقه طاقه. الوجع في القلب يا جماعه، ولازم الحياه تمشي، وربنا ما يوجعكمش على عزيز ولا غالي، اللهم امين. تعالوا نوريكم منظر الشتاء بره جميل، يستاهل النهارده يبقى محشي بصراحه. جميل ده، بصوا حاجه، اللهم صل على النبي. الشتاء ده اساسا يعني ربنا يجعله خير، وهو خير فعلا. بصوا الشتاء، بصوا الشتاء. ايه رايكم؟ شتاء يعني شتاء، اللهم صل على النبي. بصوا جمال شتاء. زلط يا ولاد، وتشتي زلط. زلط ده ولا مات؟ كنا بنقولوا عليه زمان مال. بصوا اهو مال، وتشتي مال. الله الله على الجمال. قولوا لي بقى، هو ملح ولا تالي؟ بس احنا كنا زمان بنقولوا عليه ملح بتاع ده. ايوه ملح. بصوا الجمال والشتاء. حبيت اوريكم المنظر الجميل ده، لان الشتاء جمال ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا وريتكم المطبخ، مرضاش طبعا اشغلكم بالمطبخ، كنت شطبته على السريع وايه، ودخلت بقى دلوقتي على المحشي. هنعمل محشي، وتبلت الفراخ برده وحطيتها في الفرن. معلش طبعا البياعين في الشارع مش عايزه اقول لكم حدث ولا حرج، بس رزقهم ربنا يرزقهم يا رب. حوده جه كمان
صبح يا حوده ولا مسي ولا قول اي حاجه. احسن ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا كتير كتير طبعا. وشكرا على كومنتاتكم الاخيره اخر فيديو. بالظبط. وخلاص رجعنا لكم كومباك تاني بقى باذن الله. فيديوهات يعني جميله تعجبكم، بس اهم حاجه تحطوا لايك واشتراك في القناه وكده، كبرونا بسرعه بالله عليكم. يلا كده عشان اللي جاي يكون جميل باذن الله باذن الرحمن. طبعا احنا راجعين بقى الحمد لله بطاقه ايجابيه وربنا ما يدخلش حد غم. مش معنى كده ان احنا نستناها، لا والله ده كانت اخت عزيزه وربنا هو اللي شاهد. انا عن نفسي كنت بنحبها قد ايه وحرقتني ووجعتني قد ايه، بس الحياه بتستمر وهي دي الحياه. وعايزين ندوكوا طاقه ايجابيه زي انتم ما بتدونا كومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه، فانتوا لازم تاخدوا مننا كل طاقه ايجابيه. الوجع في القلب يا جماعه والحياه بتمشي. طبعا انا دلوقتي اهوت، تعالى يا عم محمود، ولحت على الميه. الميه بتبقى عباره عن حبه ملح وحبه زيت وبنسلق فيها الكرنبه بس. فانا دلوقتي اهوت بنسلك الكرنبه لانها يا اختي عشريه قوي الكرنبه دي، لازقه 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 على بعضها، عشره هي واخواتها. ربنا ما يفرقش بين حد وحد يا رب، وبالذات بين الاخوات وبين الام والابن وبين الاب والابن. فربنا يسعدكم ويهنيكم ويرضيكم لما تشوفي الكرنبايه ديت او اي كرنبايه عامه قد ايه هي لازقه في بعضها، تقولي سبحان الخالق سبحان ربنا. يعني كرنبايه يعني مزروعه عود، الكرنبايه دي مزروعه في الارض عود. بصوا ما شاء الله تبقى ورقه على ورقه على ورقه على ورقه، فسبحان الله. فدايما كل حاجه حوالينا نذكروا فيها ربنا ونقولوا سبحان الله هو العاطي، سبحان الله هو الرازق، سبحان الله هو المنفق. بصوا الكرنبايه وهي في الاخر والله مزروعه عود، فسبحان الله. يعني قالت اهيت زي ما قلت لكم حاطين فيها زيت وملح بس اهو. حط الكرنب من الناحيه دي، انا مش بنعلم حد يا جماعه والله، كلكم عسل وكلكم ما شاء الله عليكم اهو. بتحطي بقى ورقتين بورقتين، عايزه تحطي الكرنبه كلها ما فيش مشكله، بس انا عشان عندي الحله صغيره فبنحط ورقتين بورقتين اهو. تبصوا يا حبايب قلبي اهو، يعني اللهم صل على النبي اهو. بتفرفريه كده عشان بتطلعيه ساخن على بعضه فبيعرق على بعضه، فبتيجي تحشيه بتلاقيه مهري. فبالذات اللي هي الدفعه الاولى دي اللي هي الحطه الاولى يعني اهو، بتفرفريه كده. طبعا انا بنطلعه في المصفى علشان يتصفى من الماء السخن، عشان لما نيجي نطلع عليه بقيه الورق ما يتهرش مني. فنيجي نحشي ما نلاقيش ورق، نلاقي ورق مهري يعني اهو. ناخد الدفعه الثانيه كده اهو، برضو زي ما حطينا الدفعه الاولانيه نحط الدفعه الثانيه بالظبط كده اهو. شغالين كرنبه بتسلق، بنعمل العصير بقى يا حوده مخلل طماطم بقى، مخلل يا ولاد. بصوا بس المخلل اللهم صل على النبي، شربات ميته شربات والله، ولا عليه بنجر ولا عليه خل ولا عليه شطه، كده لوحده. انا حلوه قوي في المخلل على فكره في كل حاجه والله. طبعا انا حطينا الصلصه هي تتسبك، ونعمل احنا بقى على الصلصه ما تتسبك، نقطع الورق بتاعنا كده زي ما انتم شايفين اهو. يعني ايدينا شغاله في كل حاجه. وعملت والله حاجات بره برضو بس ما رضيتش نصور معاكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. يعني ربنا يدينا الصحه ويديكم ونعمل شغل بيوتنا يا رب وما يحوجناش لحد، اللهم امين، ويخلينا لاولادنا ويخلي ولادنا لينا. تقليه اهي زي ما انتم شايفين اهو. التسبيكه اهوت انا بنقطع الورق اهو. دي طبعا ما يبقالهاش ريحه اللازمه، ما بتعملش اي حاجه فبتتقطع، انتوا برضو ستات وشطار وعارفين. وانا بنقطع اهو، وهي التسبيكه على النار بتاخد وتدي مع نفسها خالص واحنا مع بعض. سلقنا الكرنب يا حبايب قلبي، وهو بنعمل بقى بنعمل التسبيك. هنحط بس معلقتين فلفل اسمر كده بيتبلوا معانا البصله ويخلوا ريحتها حلوه قوي. بقى النهارده يوم البياعين يا جماعه، بياع مشى وبياع جه، بس هنقولوا برضه ربنا يرزقهم، ده رزقهم وده اكل عيشهم. ربنا يرزقهم ويرزق الناس كلها يا رب برزق حلال اهو. طبعا انا عصرت الطماطم معاكم في الخلاط، بس انا بنصفي الطماطم يا جماعه. في ناس ما بتصفيش الطماطم للمحشي، لا انا بنصفي الطماطم للمحشي. اي حاجه عندي، مكرونه، محشي، فراخ، اي نوع اكل بيتعمل انا بنصفي له الطماطم. ففي ناس ما بتصفيش المحشي، لا انا بنصفي الطماطم، انا مصفيها هي ناعمه وجميله اهي. والبصله اهيت مش هنحمرها
هنتبلها ونصفرها بس. وجات لحظة لف المحشي يا ولاد اهو. فردي كده في الورقة اهو. وربنا انتوا اشطر مني واجدع مني، بس زي ما انتوا عارفين انا بنشرككم معايا اليوم يا ناس يا حلوة، يا ناس يا سكر، يا ناس يا عسل، يا لربنا ما يدخلش علينا ولا عليكم غم يا رب، ويجعلكم مستورين ومسعودين ومتهنيين، وربنا رازقكم بالخير الوفير، اللهم امين. في ناس بتصعب على نفسها المحشي، طب والله المحشي ده اسهل طبخ. يعني اصل انت بتعملوا خضار وبتعملي اي طبيخ ولا حاجه، انت بتعملي جنبه رز فهيها يعني. انما لما تعمليه محشي اهو سهل اهو، وجنبيه فرخايه بقى كده ولا جنبيه بطايه يلا. طب انا كنت قايله لكم في اول الفيديو ان هنعمله قرداحي. عندي محمود اللي كان طالب، انا مش عاوز معاه ولا فراخ ولا لحمه بصراحه. ايه لما فكرت لقيتها مش اللي هي يعني، فقلت ايه، فعملت معاه فرخه حلوه كده تستاهل بقكم، وعملت رز برضو، وعملت برام رز برضو. ربما حد ايه ياكل كده وحد ياكل كده والدنيا تمشي يعني. وبعدين ايه حله المحشي دي انا هنوديها لعيال اخت ابو حوده، وهنعمل لنا احنا حله، يعني احنا حله وايه وهم حله. فانا الحله ديت ايه عاملاها ايه لعيال اخت ابو حوده. الفراخ اهيت انا حطيتها في الفرن استوت وبقى طعمها تحفه، والمحشي اهوت يعني الفراخ تعتبر استوت، هنطفي عنها وهنولع على المحشي معاكم اهو. بصراحه جات لي الفكره كده وانا شغاله ان انا نحط المحشي في الفرن، بصراحه بيوديه في حته تانية، طعمه بيبقى حاجه تانية غير ما يبقى على البوتاجاز. وعلى البوتاجاز حلو بس في الفرن بيبقى احلى بقى. طبعا الفراخ انا وريتها لكم في البوتاجاز فوق في فرن البوتاجاز، اما الفرن ده فهو كبير فنزلت فيه ايه المحشي. طبعا الصينيه دي هتقول الصينيه دي فيها ايه، الصينيه دي فيها ورق لا بتاع ده فلفل، محشي فلفل وبدنجان. انا ما رضيتش نحشيه معاكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فانا حطيته هنا في الصينيه اهوت الفلفل والبدنجان والمحشي في الحله السيراميك دي، وربنا يستر على الحله السيراميك ما يحصلهاش حاجه، بس يلا حتى لو حصل لها فده المحشي. طبعا الجو النهارده انا وريتكم الشتاء والجو كان عامل ازاي والمطر كان عامل ازاي، كان كتير جدا. فبصراحه الجو ده عاوز حاجه زي كده، ما احلى السخن يا جماعه في الشتاء. فمش هيبقى احلى بقى من حله محشي كده تبقى ايه جميله في الجو ده. فانا حبيت نوريها لكم، واول ما يخش في سوا والمحشي الفلفل يتحمر انا هنوريها لكم تاني. بصوا بقى ايه رايكم؟ بصوا المحشي هو في الفرن والله العظيم حاجة عظمة توديكوا في حتة تانية. يعني بصوا لو عندك فرن، بصوا لو عندك فرن اعملي المحشي في الفرن على ضمانتي هيبقى معاكي ايه عظمة، وطعمه بقى ما اقولكوش. هو طبيعي بأي حاجة في الفرن بتبقى حلوة بصراحة، بتوديها في حتة تانية يعني. طبعا انا عملت الفراخ زي وريتها لكم فوق، الفراخ حطيتها في فرن البوتاجاز، بس بصراحه لقيت المحشي في الفرن ده هيبقى ايه احلى يعني اهو. عايزه نخش لكم بالتليفون جوه الفرن عشان اوريكم الحله بصوا جميله ازاي. والله انا عملت يا جماعه المحشي في الحله السيراميك، ومش عارفه الحله السيراميك ينفع تدخل الفرن ولا ما ينفعش تدخل الفرن، فربنا يستر بقى الحله هتبوظ ولا الحله هيبقى فيها امل لسه، الله المستعان. بس حبيت نوريكم الحلاوه والجمال، وان انت لو عملت المحشي في الفرن كده ما تندميش يعني. هستنوني بقى وانا بنفضي المحشي في الطبق. مش عايزه نقول لكم بقى على هيبقى جماله يعني، الف هنا وشوفه كل اللي شافه. بصوا المحشي يا ولاد اهو، بصوا حاجه ايه تستاهل بقكم. حوده طبعا بيحب المحشيه المتحمره قوي دي والله، هو ابو حوده. بصوا المخلل ده فوق الممتاز يعني. ومحشي الفلفل اهو، هنزل الباقي بتاع المحشي. هتعملي كده تقلبي عليها وطيها يعني بمعنى اصح اهو. كملي ايه ده، ايه ده،
ايه المحشي ده؟ زبده، زبده مش محشي. حوده، وابو حوده بيحبوه متحمر كده، واحنا طبعا عايزين نعمل اي حاجه نسعد بيها ابو حوده. مخلل، محشي الفلفل، عظمه، فراخ هناك وديناها. كومنتاتكم الحلوه بقى، طمعانه انا بقى، طمعانه. كومنتاتكم الحلوه، لايكاتكم الحلوه، اشتراكاتكم الحلوه، زر الجرس، كل حاجه حلوه يا ناس يا حلوه، اللي تستاهلوا كل خير وكل طاقه وكل سعاده وكل هنا وكل المتع اللي في الدنيا تكون من حظكم من نصيبكم يا رب العالمين. كده الفيديو بتاعنا كان لطيف خفيف ظريف مريح. يا رب تكونوا مبسوطين، ويا رب احنا نكون عرفنا نبسطكم، ويا رب بقى ايه نتقابل مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. واستنونا وحطوا لايكات كتير، وان شاء الله اللي جاي حلو جدا، وربنا يجعل الحلاوه في حياتكم والسعاده في حياتكم، اللهم امين. مع السلامه.